السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض الكنافة بالمانجا. شايفين ما شاء الله الكمية دي كلها نعملها بكيلو واحد من الكنافة. لو رحت اشتريتها من بره طبعا الطبق ده بمبلغ، يعني احنا بنجيبه مش اقل من 50 75 جنيه للطبق الواحد. احنا هنعمله بكيلو كنافة مع بعض، ومش هياخد في ايدك غير 10 دقايق وكل حاجة هتكون جاهزة معاكي. اول حاجة هجيب الكيلو الكنافة وهتقطعيها صغير، يا اما هتضربيها في الكبة بالشكل ده. المهم ان انا عايزاها فتافيت زي السكر كده، شايفين بالشكل ده. انا قسمتهم على كذا مرة عشان الكبة ما تبصش معايا. بعد ما خلصت كل الكمية هنجيب حلة حلوة كبيرة، وهجيب معلقتين كبار من السمنة، واول ما تسخن معاكي هنزل الكنافة. هنفضل نقلب فيها بقى، ما تسيبيهاش خالص، 5 دقايق وهتلاقي لونها ذهبي وجميل. ممكن تحمريها في الفرن برضو، شوفي الطريقة اللي تحبيها اسهل معاكي واعمليها. انا بالنسبة لي دي ما بتاخدش معايا وقت، بدل ما تفتحي في الفرن وتقلبي يمين وشمال وتتلسع وبتاع، مفيش اسهل من دي من فوق. شايفين لونها بقى ذهبي وجميل ازاي؟ هي كده توب. هنزلها من على البوتاجاز، واول ما تبرد معايا هضيف لها الشربات. هضيف لها اقل من ربع كوبايه، مش كتير، كام معلقه كده، عشان خاطر انا ما ضفتش سكر بودره اثناء التحمير على البوتاجاز. تمام، هقلبهم كويس وكده. دي اول حاجه جاهزه معايا. تاني حاجه هنعملها، هنحضر الكريم شانتيه. هتجيبي مضرب البيت بتاعك او الكبة، اي حاجة المتوفر معاكي. مش متوفر معاكي ممكن بالمضرب الايد، بس هتتعبي فيه شوية. وهضيف كوبايتين من اللبن معاهم كوبايتين من كريم شانتيه. بس الكمية دي ما شاء الله يعني كمية كبيرة، يعني انا عملتها وفاض معايا كمان. تمام، لان ده كان كريم شانتيه خام. لما يكون خام معاكي يبقى حل السكر، حل اللبن، ضيفيله شوية سكر. محلى يبقى خلاص ملوش لازمة. المهم ضربته مع بعض كده بالشكل ده. تصبري عليه شوية، يعني تهوي الكبة وتطفيها وتشغلي كمان وتطفيها وتشغلي كمان عشان متحرقش معاكي. هيفضل معاكي 5 دقايق 7 دقايق بالكتير، وهتلاقي القوام ما شاء الله اتضاعف. شايفين نص الكبة هي اللي مليانة. هضرب فيهم هوريكم ما شاء الله. بص الكمية اتضاعفت ازاي، هتلاقي الكبة دي مليانة. بس يبقى عندك شوية صبر عليها. خدي بالك اللبن بيبقى ساقع، لو مش حابة تعمليه باللبن ممكن كوباية واحدة بس لبن، والكوباية التانية مية، مية متلجة، مية ساقعة جدا. تمام، بقى بالقوام ده ما شاء الله تحفة. ودي تاني حاجة جاهزة معايا. حمرنا الكنافة وعملنا الكريم شانتيه، كل حاجة سهلة، مفيش حاجة صعبة، ما خدش معايا وقت. بعد كده هجيب الاطباق الصغيرة دي، او لو عندك اطباق اللي هي البلاستيك اللي زي بتاعة المحلات اللي بره، او ممكن لو حابة تعمليها في صينية كبيرة بايركس، زي ما انت حابة. بس بالنسبة عندي الاولاد بيحبوا كل طبق لوحده مع نفسه، وعيشي بيبقى منظرها في الشكل احلى من الصينية. جبت الكريم شانتيه وضفته في الاطباق كده معلقة كبيرة في كل طبق من تحت، علشان الكنافة ما تبقاش ناشفة وانت بتاكليها، ما تبقاش ناشفة من تحت، تبقى ايه متطعمة. وبعد كده هجيب الكنافة وهضيفها فوقيها.
ده انا ما شاء الله مش هعمل الاطباق دي بس، ده انا لسه هجيب اطباق تاني وهزود باقي الكمية. انا بدأت وقلت الاطباق دي كتيرة ما شاء الله، ضعفت كمية الاطباق، وكل ده من كيلو واحد. ده انا حرمت ان انا اشتريها من بره تاني. بعد كده هجيب كيس حلواني او اكياس تلاجة او اي حاجة، وهتضيفي فيها الكريم شانتيه وهنحطه كده من فوق بطريقة عشوائية. يعني انا مش بعمل اشكال ولا بتاع، لا بطريقة عشوائية. ده انا لسه هفردها كده فوق الكنافة. دي ايدين مالك قاعد يتسلى في الكنافة، بيساعدوني. تمام، وهفردها بالشكل ده. تمام، بعد ما فردتها كويس بجيب المانجا. المانجا دي انا ضربتها في الكبة من غير مية، شوية سكر حاجة بسيطة، وضربتها في الكبة. مش عايزاها عصير، بتبقى قوامها تقيل معايا. لسه دي غير المكعبات اللي انا قطعتها. ليه؟ عشان الطبق يبقى مليان معاكي ومتطعم كويس من كل حاجة. بعد ما فردت المانجا بالشكل ده، هجيب مكعبات المانجا اللي انا قطعتها وهحطها من فوق، تدينا منظر بقى وشكل جميل في الاخر. جبت اطباق وزودت باقي الكمية، كل حاجة كانت فايضة معايا زودت اطباق. ده الشكل النهائي. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، ما خدتش معايا وقت خالص، هو 10 دقايق كل حاجة تكون جاهزة معاكي وتعملي احلى حلويات لولادك. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، مع السلامة.